اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده تاني يوم من يوم الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، وطبعا انا سجلت لكم بقى الفيديو تاني يوم، يعني صورت يوم الافتتاح وقلت تاني يوم ان انا هنزل لكم الفيديو لان ما كانش ينفع ان هو ينزل لكم في نفس اليوم، كان هينزل لكم متأخر جدا، وكمان كان ما ينفعش ان هو ينزل لكم زي ما انا صورته بالظبط، لان لما صورته كان فيه اغاني كتير، طبعا شغاله اغاني وطنيه كتير، وكمان حبيت ان انا اصور مش في مكان واحد، صورت في مكانين. اول مكان كان عند مكتبة اسكندرية، تاني مكان كان في محطة الرمل، ودول اكتر اماكن في اسكندرية كان فيهم زحمة جدا. طيب اسكندرية كلها كانت عاملة، اسكندرية كلها كانت عاملة في الميادين او في اشهر الاماكن كان معمول فيها او قدام هول، بس انا حبيت ان انا اصور في المكانين دول، فهحكي لكم كل حاجة حصلت هنا وهنا، وهتتفرجوا معايا في الفيديو وتشوفوا اليوم والاحتفال كامل، واليوم كان حلو قوي. بس قبل اي حاجة فضلا وليس امرا، لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل جرس ولايك للفيديو. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة انا رحت عند مكتبة اسكندرية. عند مكتبة اسكندرية المفروض ان كان في احتفال داخل مكتبة اسكندرية، وطبعا عاملين قاعة كبيرة، والقاعة دي عاملين فيها حفلات، وجايبين كمان كذا فرقة وكذا استعراض ان هو يتعمل داخل مكتبة اسكندرية. ولكن ان انا لما جيت رحت اكتشفت ان المكان داخل مكتبة اسكندرية اكتمل بالكامل، يعني كان رحت لقيت جمهور، يعني كان في الافات هناك قدام المكتبة وناس لسه بتيجي. ده غير ان انا اكتشفت ان كان في ناس جوه، والناس اللي جوه دول بقى ناس جايين من امتى، يعني احنا الاحتفال كان المفروض من 6 ل9، الناس اللي من جوه دول هم جوه من الساعة 11 الصبح، يعني من اول صلاة الظهر كده وهم جوه. وطبعا الدنيا ابتدت ان هي تليل، لان احنا دلوقتي في التوقيت الشتوي فبتليل بدري، مش زي ما كنت بصور لكم في الصيف كانت بتبقى لسه نور. فقالوا لنا هنلف من الناحيه التانية اللي هو من عند طريق الكورنيش، من عند طريق البحر، من عند قبة المكتبة، وهيبتدوا ان هم يحطوا شاشات، والشاشات كانت موجودة بالفعل. بس انا كان نفسي ان انا احضر بصراحة من جوه واشوف كل حاجة من جوه، من جوه كان احلى بكتير طبعا. المهم لفينا من الناحية التانية، وزي ما حضراتكم شايفين الجمهور كامل متكامل، اللي احنا رحنا لقينا ناس واقفة فوق وناس واقفة تحت، وحاطين 3 شاشات. ال3 شاشات بالحجم اللي حضراتكم شايفينهم، واحدة يعني تعتبر كبيرة، واحدة وسط، واحدة صغيرة، وابتدوا ان هم يشغلوا بقى اغاني وطنية وافتتاح المتحف، و1 نوفمبر والمتحف المصري الكبير. وكان في انوار كده عماله تمشي في السماء، وانا بصراحه كنت مستنيه للانوار دي تطلع بقى اشكال فراعنه واشكال حاجات الاهرامات وحاجات كده، بس ما طلعتش. ابتدوا اول حاجه ان هم يعرضوا شويه حاجات على الشاشه، شويه حاجات دول ابتدوا ان يطلع ناس بتوع اثار يتكلموا عن المتحف المصري الكبير، وازاي هم ابتدوا يجمعوا الاثار دي، وان هم اصلا بدأوا فيه من امتى، والانجازات اللي حصلت. وشوية تاني اتكلموا عن الاهرامات وعن ابو الهول وعن اثار تانية خالص ملهاش علاقة بالمتحف، بس طبعا بعد كده كانوا بيرجعوا تاني للمتحف، وكانوا بيصوروا مع كذا حد، وكانوا بقى ابتدوا ان هم يقولوا مين هيحضر الافتتاح، لان لحد دلوقتي ما كانش مؤكد مين هيحضر الافتتاح، سواء من زعماء العالم او من المشاهير، وكمان ما كانش حد لسه مؤكد مين هو اللي هيقدم الافتتاح. وكانوا مختلفين مين المذيع اللي هيقدم الافتتاح، ومين الممثلة المشهورة اللي هتقدم برضو الافتتاح، وناس كتير كانت شاكة ان هي شريهان، وفي الاخر طلعت ان هي شريهان يعني. وكانوا برضو مستنيين العرض اللي هيحصل، والرؤساء والمشاهير والزعماء اول ما يدخلوا، والناس كلها اكترها بقى ما كانتش مستنية المشاهير، كانت مستنية الافتتاح والاثار اللي هي هتبقى موجودة، لان المفروض ان هم هيصوروا المتحف كامل متكامل من جوه. طبعا ناس كتير هتقولي طيب الناس دي كلها نزلت ليه واستحملوا الزحمة ليه؟ ما اللي هيتعرض على الشاشة هيتعرض على شاشة التلفزيون، الخروجة مع الهوا مع البحر مع التجمع مع صوت الأغاني الوطنية مع كله نازل وفرحان، كان بيدي مود حلو كده وطاقة إيجابية وحاجات كده كانت بتخليكوا ان انتوا مبسوطين وفرحانين اكتر كمان من البيت. بس اللي عايز يتفرج من البيت، هو الناس كلها امبارح كانت مشغلة اصلا الافتتاح، اللي كان بيتفرج من البيت وفي اللي كان بيتفرج من البلكونات وفي اللي كان نازل زي كده ان هو يحتفل، يكون احتفال جماعي. وكان في اسكندرية موجود، في غرب اسكندرية وشرق اسكندرية
اي ميدان كنت هتلاقوه، يعني منشية، محطة الرمل، مكتبة اسكندرية، في كل مكان كان فيه. حتى في العجمي كانت حاطة كذا شاشة قدام العجمي ستار مول، وشاشة قدام الحي في البطاش، وفي شهر العسل كان العجمي تقريبا كان فيها خمس شاشات لوحدها كده. في شاشة كمان عند الجندي المجهول في المنشية على البحر، كانت كمان بتنقل الحدث، وناس كتير كانت موجودة. بس طبعا احنا زي ما قلت لكم رحنا على مكتبة اسكندرية، ولكن انا كاتملكم الصوت. هتقولولي ليه؟ كان في صوت اغاني كتير وطنية، وغير اغاني لاحمد سعد كمان مش وطنية. فكانت لو ظهرت على اليوتيوب هنا، انتوا عارفين ان بيبقى فيه حقوق طبع ونشر، فانا صورت لكم قد ايه الناس كانت فرحانه وزحمه، وكله كان رافع الموبايلات بيصور. الناس اللي بتصور، في ناس كانت بتصور بيها، في ناس كانت طالعه لايف على تيك توك او اليوتيوب او الفيسبوك. كان ناس كتير طالعه لايف على اماكن كتير. بس طبعا الناس اللي كانت طالعه على اليوتيوب دي طبعا غلط، حقوق طبع ونشر، لان هنا ما بيسمحوش ان احنا نطلع صوت اغاني، فلازم نطلع صوت الواقع بس. فطبعا صوت الواقع كان مختلط عليه صوت اغاني. بس الناس كانت فرحانه جدا. سبت لكم بعض المقاطع في الفيديو، والناس كانت بتغني مع الاغاني الوطنيه اللي شغاله، وفي مقاطع تانية لصوت الناس وهي بتغني وما كانش فيه. وهتلاقوا كمان صوت الشاشات دي لما كانوا بيتكلموا فيها عن الحدث. وشويه تاني كان طبعا كان في من جوه المكتبة كانوا بيتكلموا ان الناس ترجع لورا شوية. بس الناس ترجع لورا، كل الناس اللي انتوا شايفينها، يعني شايفين من فوق السور ده كله كان مليان ناس، وتحت مليان ناس، والناحية التانية كلها ما كانش فيه مكان ان حد يرجع ورا اصلا. بالعكس، ده هو يعني انا حضرت تقريبا هنا 10 دقايق، وبعد كده مشيت. وقبلهم كان في وقت طبعا غير التصوير، يعني مش 10 دقايق بس، هو وقت التصوير هنا هتلاقوا انا منزل لكم 10 دقايق بس. اللي عايز طبعا محطة الرمل، اول ما يعدي ال10 دقايق هتلاقوا ابتدى على طول اللي كان في بقى في محطة الرمل. فاللي عايز يتفرج على ده قبل ال10 دقايق، واللي عايز يشوف ايه اللي حصل في محطة الرمل طبعا بعد ال10 دقايق. المهم قعدوا بقى ان هما كل ده لحد ما جت الساعة 7:15، ولحد 7:15 الافتتاح ما كانش بدأ. وناس كتير ابتدت ان هي تسأل، ناس كتير قالت ان هي تروح تقعد في كافيه، تقعد في حاجة. بس انا عايزة اقول لكم ان الكافيهات والاماكن والبحر كل الدنيا كانت مقفولة اصلا. والجمهور اللي انتوا شايفينه ده كله زاد اكتر واكتر كمان بعد ما انا صورت وبعد ما انا مشيت. تقريبا زي ما بقول لكم كان الافات جوه المكتبة وبره المكتبة. الافتتاح بقى ابتدى الساعة كام؟ ابتدى الساعة تقريبا كانت 7:30، 8 ابتدى ان هو الافتتاح يبدأ. لكن قبل كده كانوا عمالين يشغلوا اغاني وطنية، وعمالين يجيبوا استعراضات للآثار والأهرامات والمتاحف اللي موجودة في اسكندرية، وكمان أشكال مبدئية للمتحف المصري الكبير اللي هو كان الافتتاح بتاعه. بس الأجواء كانت حلوة قوي، الاحتفال كانت حلو. الناس ابتدت ان هي تفرح، وابتدوا ان هم يكونوا مبسوطين. منهم ناس جايين مش طلبة، على طلبة، على ناس كتير. أهل اسكندرية كلهم تقريبا كانوا متجمعين في المكان ده، ومتجمعين في ميادين تانية. بعد كده لما لقيت الافتتاح لسه ما بدأش، قلت بقى ان انا مينفعش ان انا يفوتني ان انا ما اصور لكمش في محطة الرمل. فحاولت ان انا اصور لكم ازاي الناس كانت متجمعة وفرحانة، وشوية كنت بصور لكم ازاي الناس هنا ابتدت بقى ان هم يطلعوا فوق بعض ويرقصوا على الاغاني. وقلت خلاص كده بقى هنروح لحد محطة الرمل. وعايزة اقول لكم ان اي حد كان بيروح اي مشوار على البحر كان بيروحوا مشي، لان ما كانش فيه عربيات. العربيات الطريق واقف، فاللي كان هيمشيها كان اسهل بكتير ان هو يركب ويروح مشوار، يركب من مكان لمكان. فقلت يا بقى ما يفوتنيش ان انا اصور لكم حصل ايه في محطة الرمل. بس في محطة الرمل بقى ما كانوش مشغلين اغاني. بس تعالوا كده اوريكم بقى وانا طالعة الناس كانت عاملة ازاي. طبعا دي مكتبة اسكندرية، وهم عاملين شغلوا فيها اضواء كده، وما شغلوش الاضواء اللي قلت لكم عليها اللي هي بتاعت الاهرامات والحاجات دي. هي كان نور بس كده وكشافات نور، وطبعا ناس فوق وناس تحت غير الناس اللي جوه. بس جوه زي ما قلت لكم كان في استعراضات وكان في فرق. وبعد كده شغلوا لهم على الشاشة الكبيرة جوه اللي هو الافتتاح كامل، وهنا كمان شغلوا الافتتاح كامل مع اغاني كتير. يعني جوه كان في استعراضات، بره كان في اغاني وطنية كتير كانوا مشغلينها. بس ده اللي كان موجود بره مكتبة اسكندرية. شايفين كل دي ناس
غير الناس اللي ورا واخدين طريق الكورنيش كله. يعني زي ما بقول لكم كده هي الافات لحد طريق البحر كله كان مليان، غير من عند المكتبة من ورا كان الطريق كله مليان، وكانوا بيحاولوا ان هم يمشوا الناس، وعشان خاطر المكتبة جوه اتملت فكانوا مش بيمشوا الناس يروحوهم، لا ده كانوا بيمشوا الناس يحاولوا يعرفوهم ان التصوير او الاحتفال هيكون من الناحية التانية. وزي ما قلت لكم كله يا اما الناس كانت بتسقف، الناس زي ما انتوا شايفين كده كانوا بيغنوا مع الاغاني، في ناس كانت فرحانة وبترقص، ناس كتير كانت عمالة تصور اللي هو عشان ذكرى لليوم ده وذكرى ان هم حضروا الافتتاح والحاجات ان هم ينزلوها عندهم في السوشيال ميديا. بس في ناس كتير كانت برضو بتقرر في الوقت ده ان هي تمشي من عند المكتبة وتروح مكان تاني يكون فيه اغاني بصوت اعلى. بس اللي انا اكتشفته هو ما كانش فيه اماكن تانية فيها اغاني بصوت اعلى، هو من عدا العجمي هي اللي كان فيها احتفالات جامدة اللي هي في شهر العسل، لكن بقية الشاشات ما كانش فيها. الناس كانت عايزة تروح تقعد في مكان عقبال ما الافتتاح يبتدي ان هو يبدأ، لان قالوا 6 والناس دي كلها كانت واقفة من 6 والساعة عدت 7 ولسه الافتتاح ما بدأش، غير ان الشاشة اللي فوق دي اتطفت وابتدوا الشاشتين اللي تحت بس هم اللي يكونوا شغالين. فناس كتير ما كانتش شايفة، بالذات الناس اللي واقفة ورا، لان كان في ناس طويلة كتير واقفة فما كانش فيه. الناس هتقولي كان في كراسي، لا هو ما كانش فيه كراسي خالص، الكراسي كانت في الميادين الصغيرة مش الكبيرة. هنا بقى محطة لا لسه ما رحناش محطة الرمل، هنا كانت المكتبة من بره، يعني شايفين جوه زحمة، وهنا الناس برضو عمالة تيجي، والطريق من ورا زحمة، كل دول جايين ولسه هيجوا قدهم 10 مرات تقريبا. يعني طول الطريق كان زحمة بالسوق، كل ده كان فوق الساحة دي كلها كانت مليانة، والناحية التانية كانت مليانة والطريق كان واقف. وبعد كده خلاص هنا رحت محطة الرمل. محطة الرمل كانوا حاطين شاشة أكبر من الشاشات اللي هناك. محطة الرمل بقى ما كانوش مشغلين أغاني، لكن كانوا مشغلين الموسيقى اللي حضراتكم هتسمعوها في الجزء ده من الفيديو، اللي هي الموسيقى بقى اللي كانت موجودة في الافتتاح أو في الحفلة اللي كانت شغالة على التلفزيون أو جاية بس مباشر من المتحف نفسه. وهنا كان هناك كده فندق سيسل، وورانا على طول سعد زغلول، وورانا على طول الكورنيش على طول. هنا الناس كلها كانت متجمعة، كانوا حاطين الشاشة جوه الجنينة بس على حرف الجنينة عشان الناس كلها اللي تقف على الرصيف ان هي تشوف، بس الناس ما كانتش مكفيها اصلا المكان، فطلعت على طريق البحر وطلعت على طريق العربيات ووقفوا في الرصيف في النص. فطبعا ده خلى حركة المرور يبقى فيه زحمة كتير بقى، مش زحمة شوية. بس بصراحة الشاشة هنا كانت كبيرة وكان فيه صحفيين كتير بيصوروا، وهناك برضو في المكتبة كان فيه. بصوا الناس اللي واقفة ورا دول ناس واقفين على الرصيف اللي في النص من كتر ما هنا مفيش مكان. يعني الجنينة اللي موجودة في محطة الرمل دي كلها كانت مليانة ناس، الرصيف اللي في النص لحد فندق سيسل هناك كان مليان، والناس دي كلها جاية مالية ميدان محطة الرمل كلها، ده غير الناس اللي واقفة على طريق البحر. وكل ده كان برضو لسه في ناس برضو بتيجي. ابتدى بقى هنا ابتدى الافتتاح يبان معالمه، يعني ابتدى ان هي الشاشة ان هم يبانوا ان هم ابتدوا الزوار والرؤساء ابتدوا ان هم يجوا. ابتدى بقى يظهر مين؟ يظهر الناس اللي جاية تعمل واستعراضات في المتحف نفسه زي ما احنا شايفين كده على الشاشة، وكل ده كانوا نقلينها طبعا على الشاشات دي، وما كانش بقى فيه اغاني. هو هنا كان ناقصهم بس سماعة ويشغلوا برضو اغاني وطنية، لو كانوا عملوا هنا شاشة معاها اغاني وطنية شبه اللي هناك كانت هتبقى احلى من هناك بكتير، لان هنا برضو كان احلى بكتير. يعني كنا شايفين الشاشة اكتر، كنا شايفين الافتتاح اكتر، عكس هناك ما كناش شايفين قوي لان الشاشات كانت صغيرة. لو كانت اعلى لفوق وعاملينها كبيرة بصوت عالي كانت هتبقى هناك احلى من اي مكان تاني. ولكن زي ما بقول لكم اللي كان موجود في العجمي كانوا في اكتر الاماكن كانوا حاطين كراسي، وكان المكان هادي ومش زحمة قوي من عدا المكان زي ما قلت لكم اللي كان في شهر العسل. لكن هنا المكان كان زحمة جدا وكان مليان ناس كانت شايفة وناس مش شايفة. لكن هنا كان ناقصهم زي ما بقول لكم كده سماعة وشوية اغاني وطنية زي اللي موجودة هناك، وهناك كان ناقصهم ان هم يكبروا الشاشة.
بس طبعا الناس ان هي اول ما ابتدى الافتتاح واول ما ابتدى بقى ان هم يشوفوا على الشاشة الناس بتطلع، كله كان منتبه بقى ان هو يشوف بقى الناس وهي جاية. الآثار طبعا صوروا، عملوا جولة جوه المتحف والآثار اللي حطوها جوه والموميايات، والناس ابتدت ان هي تركز خلاص، محدش منتبه لأي حاجة غير كمان اول ما ابتدى يطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطلع سيدة مصر السيدة انتصار. ابتدوا طبعا الناس اللي هي تنتبه وتبص وعايزة تشوف كل حاجة وعايزة تشوف مين جه ومين اللي هيقدم. وطبعا زي ما قلت لكم ناس كتير كانت عمالة تقول شيرين اللي هتقدم، طب مين المذيعة المشهورة اللي هتقدم الافتتاح. فكانت الناس كلها خلاص ابتدوا ان هم يتفرجوا ويشوفوا. وهنا بقى كانت الساعة 8، يعني ابتدى بقى الحفلة كده وابتدت يبان معالمها، كانت الساعة 8. وناس كتيرة كانت اللي ساكنة في محطة الرمل واللي كانوا كمان ساكنين عند مكتبة اسكندرية، ناس كتير كانت عمالة تبص وتقول هي الناس دي ما كانوا اتفرجوا في بيوتهم ليه الزحمة دي؟ حتى العربيات وهي ماشية كله كان بيقول ما الناس تتفرج في بيوتهم، ما الشاشات دي هي اللي بتعرضه، هو اللي بيتعرض في البيت. ولكن زي ما بقول لكم، مع الهوا مع البحر مع التجمع مع اللي انتوا حاسين كده ان كله فرحان، وكله كان فرحان قوي بالانجاز اللي بيحصل، لان ده انجاز عالمي العالم كله كان مشغله. انا مش عايزه اقول لكم ان الشاشات دي ما كانتش في ميادين اسكندريه بس، كانت في ميادين مصر كلها. ده غير كمان ان كان في دول كتير ودول عربيه ودول اجنبيه كانت حاطه شاشات في الشارع، والناس برضو كانت متجمعه وبتتفرج. يعني التجمعات والشاشات دي ما كانتش في مصر بس، ومش مصر بس اللي كانت بتفرح، بس طبعا اهل مصر والمصريين فرحتهم حاجه تانية واكتر بكتير. فالناس كانت فرحانة جدا. وزي ما بقول لكم هي الشاشات ما كانتش في مصر بس، فكله كان بيفرح امبارح، وكله طبعا بيبقى عايز تجمع. هنا برضو الناس كانت بتصور زي ما كانوا بيصوروا عند مكتبة اسكندرية. هنا بقى خلاص قلت بقى ايه، قررت ان انا برضو اروح اشوف الاحتفال في العجمي، يمكن ان انا الحقه. وبالفعل اللي انا لحقته ولقيتهم حاطين كراسي عند الهايبر مول وحاطين كراسي عند الحي في البطاش. بس ما شفتش بصراحة الاحتفال اللي كان في شهر العسل جوه، بس هو ده اللي كانوا بيقولوا مشغلين فيه اغاني ومشغلين فيه احتفالات، وناس كتير كانت ماسكة اعلام مصر، وهنا ناس كتير برضو كانت ماسكة اعلام مصر. وده كان اليوم النهاردة، حبيت ان انا اشاركه معاكم. وطبعا بعتذر ان انا ما طلعتلكمش الصوت طول الفيديو، لان زي ما قلت لكم هنا بيكون في حقوق طبع ونشر. ده كان اليوم النهاردة، كنت مبسوطة وفرحانة، واكيد انتوا كمان كنتوا مبسوطين وفرحانين. وده كان الفيديو، فضلا وليس امرا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل جرس ولايك للفيديو، وتشوفوا بقية الفيديوهات على القناة هتعجبكم جدا. كمان اكتبولي حابين ان انا اصور ايه في اي مكان، واكتبولي كومنتات طبعا ايه رأيكم في الفيديو. اشوفكم فيديو جديد على خير، ومع السلامة.